اللهم ارحم أبي الذي رحل عني ولم يرحل مني. اللهم ارحم روح أسعدتني يوما بوجودها، وتقبل دعاءنا له في هذا اليوم الذي فقدناه. اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم جازه بالإحسان إحسانا، وارحمه برحمتك الواسعة، وتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ دعائي وسلامي لأبي يا رب العالمين. اللهم بلغه إني أدعو له في كل وقت وحين، وإنه ما زال في قلبي. اللهم اعف عنه، اللهم اسقي أبي من كوثر الجنة، اللهم عطر قبره من رائحة الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم ارحم أبي بقدر كل دمعة نزلت حزن عليه. اللهم ارحمه بقدر كل مرة لم أستوعب فيها فراقه. اللهم ارحمه بقدر محبتي واشتياقي له. اللهم آمين. يموت الوالد قبل ولده فيدعو له الابن فترتفع درجة الأب في الجنة، فيتعجب من ذلك فيقول: من أين لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي من أين لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. ثم يموت الابن بعد ذلك وقد ارتفعت درجات أبيه، فيلحق الولد بوالده في أعلى الدرجات، مصداقا لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. عندما نتمعن هذا أيها الإخوة نجد أن رحمة الله وكرمه جعلت دعواتنا لوالدينا رفعة لهم ولنا. اللهم بلغ دعائي لأبي، بلغه أني أدعو له في كل وقت وحين. اجعله من أسعد السعداء في قبره، وارزقه الفسحة والضياء، وآنسه بالقرب منك. اغفر له وارحمه رحمة تملأ السماوات والأرض. طيب ثراه وأكرم مثواه، واجعل الفردوس الأعلى مستقره ومأواه. ارحم روحا لا تعوض، ارحم من عشنا معه أجمل السنين، ارحم من ربانا على الطيبة والأدب ومحبة الآخرين. رحم الله ضحكات لا تنسى، وملامح لا تغيب عن البال، وحديثا اشتقنا لسماعه. عوضه عن كل لحظة ألم وتعب بجنة عرضها السماوات والأرض. اجعل القرآن نورا له في قبره، واجعل الغفران كرما له من فضلك يا واسع الكرم والعطاء.